السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض السمنة. هنعمل مع بعض السمنة البلدي من مكون الدهن، ويلا شوف هنعمل مع بعض ايه. اول حاجة انا معايا هنا 5 كيلو من الدهن. انا كان عندي الدهن ده كان في الفريزر، مكان كنا دابحين السنة اللي فاتت. بصراحة ما برمهوش، بينفع في اي حاجة، بحطه في حواوشي، بحطه في الكفتة، بحطه في كل حاجة. فصراحة كده بقى عندي كده 5 كيلو، فقلت اعملهم سمنة علشان نطبخ بيهم والكلام ده. انتوا عارفين السمنة وصلت ل750 دلوقتي الصفيحة. اول حاجة انا معايا كده 5 كيلو من الدهن، ومعايا كوبايتين من اللبن، وكوبايتين من الزيت، ومعلقة ملح كبيرة، وورق روري عشان لو في اي ريحة تطلعهم لنا. اول حاجة انا هولع كده على النار، على نار وسط كده، حلة كبيرة عشان احط فيه الدهن كده زي ما انتوا شايفين كده. انا ولعت كده على نار وسط، احط بقى كل كمية الدهن كله. انا مش هضيف اللبن خالص دلوقتي، انا هضيف الكوبايتين الزيت مع الدهن كده على النار، على نار وسط. انا كده ضفت كده كوبايتين من الزيت، وهسيبها كده على نار وسط خالص، يعني مش واطيه أوي ولا عاليه أوي، في الوسط. هضيف بقى معلقه الملح الكبيره وورق اللوري، وهسيبها بقى مع نفسها. بس من اول التاني كده، ده انا كل شويه اخش اقلب فيه، ما تسيبهوش يعني عشان ما يتحرقش منك. ادي كده وصل للمرحله ديت، وبعد كده برضو انا هسيبه برضو لحد خالص لما ده كله يسيح خالص معانا. حاولي كده كل شويه تقلبي فيه، بس اهم حاجه ما تغطيهوش، ما تغطيش الحله عشان ما يفرش معاكي. وادي كده وصل كده برضو المرحله ديت، وبعد كده ادي المرحله الاخيره خالص. خلاص كده ساح كل اللي فيه. هصفي بقى كل الكلام ده كله عشان هضربه في الخلاط او في الكبه، عشان لسه فيه زيوت، لسه فيها سمنه برضو. الحاجات دي كلها مليانه سمنه من جوه، عشان الحاجات دي كلها هرميها. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هلم ده كله واشيل ورق لوري هرميه، وبعد كده هضربه في الكبه او في الخلاط. وبعد كده هصفيه، هينزل من السمنه، هينزل كتير دولت. الباقي من الحله انا حاطه في حله تانية وصفيتها. طلعوا الحبه دول. ادي الحبه هم انا قلت لك عليهم، ضربتهم في الخلاط. هصفي بقى كل الكميه بينزل، هصفيه. خسارة ان انا ارميه وفيه زيوت والكلام ده، لا انا هستفاد منه. انا هصفيه خالص، وبعد كده الحبة دولت هرميهم، مش هحتاجهم تاني. انا كده في الوقت ده انا طافيه النار خلاص. في الوقت ده احط بقى كوبايتين اللبن. ما ينفعش تحطي اللبن وانتي مولعه عليه عشان ما يفرش معاكي. انا قلبته كده، وبعد كده ولعت النار عليه تاني، هيغلي تاني، واكني بتعملي سمنه بلدي على كميه الوش قد ايه، وهينزل مرطه. مقولكيش طعمها حلو أوي، بس ما انصحكم للطبيخ، بس ما ينفعش الحلويات. السمنه ديت احنا عاملينها للطبيخ، لاي حاجه نطبخ بيها، لكن حلويات لا، مش هينفع الحلويات. خلاص يا حبيب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده اكني بسيح سمنه بلدي كده. هتنزل مرطتها كده في ارضيه الحله. هسيبها كده اكني بنسيح سمنه بلدي، وهنسيبها لحد ما ده كله ينزل في الارضيه اللي هي المرطه. شايفين عامله وش اكني برضو مسيح سمنه بلدي، جميله جميله. وانصحكم حتى لو انتوا معندكوش الدهن دوت، ممكن تروحوا عند اي بتاع جزار وتشتروا منهم. وكمان ولما لو اشتريتي من عند الجزار قول له افرمهولي. مش هينفع يتفرم، خلاص اعملي زي ما انا عملته كده. شايفين المرطه اللي انتوا شايفينها ديت؟ شايفين طلعت مرطه قد ايه؟ من تحت مليانه مرطه. ادي السمنه فصلت عن المرطه زي ما بنعمل سمنه بلدي. خلاص هي كده تمام، بقت حلوه قوي معانا كده، فصلت خالص. هسيبها بقى تبرد خالص، وبعد كده هعبيها في برطمان وفي علبه كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، انا فضيتها كده في برطمانين كده، والباقي حطيته في قلب الطبق البلاستيك اللي عندي، اللي هو علبه، دي علبه. وده الشكل النهائي. هسيبه خالص يبرد تماما، وبعد كده هصورهم لكم برضو بعد ما يبرد خالص، وهوريكم الترميله بتاعتها. خلاص يا حبايب قلبي كده بعد ما بردت خالص تاني يوم. شايفين جمالها عامله ازاي؟ جميله 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 والله، وريحتها تحفه تحفه تحفه. بص يا حبايب قلبي، انا بس كنت عايزه اوريها لكم. بص الترميله مرمله خالص، والله العظيم مرمله مرمله. وريحتها حلوه اكن فعلا سمنه. عايزه بس اوريكم، بس شايفين السمنه عامله ازاي، وبيضه او فاتحه. وكمان الترميله بتاعتها تحفه.
انصحكم تعملوها، وكمان هتوفر علينا كتير قوي، وهتوفر علينا زيت كتير، وتوفر علينا سمنة. وكمان السمنة دي صحيا يا جماعة. اللي هتقولك الدهن ده لا وحش وبيتعب والكلام ده، لا انصحكم بيه، حلو قوي. وكمان السمنة دي طبيعي طبيعي يعني دوت، هتقدري تعملي بيه كل حاجة طبيخ. لكن حلويات لا. لو عجبكم بقى يا حبيب قلبي السمنة بتاعتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد، واحلى لايك واحلى كومنت كده يا احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.